السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله مساكم بكل خير وكل عام وأنتم بألف خير. على خلفية اللقاء اللي قامت به جريدة نيشان الآن والأخ الصحفي الأخ أشرف لينعطوا واحد الفيديو ومن بعد نواصلوا مع الضيوف الكرام. الأخ محمد بن عبد الله رئيس أو المسؤول عن جريدة المدير عن جريدة نيشان، الأخ أشرف مراسل وعضو مجلس بلدية العيون الأخ محمد مبارك. مرحبا وسهلا بالجميع. ديكو على الشكوى المنافس شافني الله عندنا شغل الله ما نخلص الخاطية ولا نخلص شيء ولا تطلعنا تنمية بشرية ومهم شيء مشاهدي الكرام متابعين جريدة نيشان الآن كما كتشوفون لازلنا في منازل الصفيح بمدينة العيون معنا أحد. الآن نعطوا الكلمة للأخ أشرف. مرحبا بك وسهلا وأهلا الأخ أشرف. نتمنى من الأخ أشرف يكون معنا. الأخ أشرف ربما الأخ أشرف عنده مشكل. نعطوا الأخ مدير جريدة نيشان الأخ بن عبد الله محمد، تفضل. شكرا لك سي عمر، شكرا للمتابعين ديالكم وكنرحبوا بهم وكذلك الضيوف والسي بويه والسي أشرف كذلك اللي هو مراسل جريدة نيشان الآن. محمد بن عبد الله مدير نشر جريدة نيشان الآن، يعني المسؤول القانوني ديالها. اليوم صراحة أنا فخور بأبناء الأقاليم الجنوبية وعلى رأسهم السي عمر اللي عنده واحد الغيرة على الأقاليم الجنوبية باش أنه يسلط الضوء ويوضح بعض النقاط اللي مهمة واللي كتعلق بالواقع المر اللي كيعانيو منه الناس ديال الأقاليم الجنوبية المغربية أو بالأحرى الصحراء المغربية. فسبيل المثال هو السي بيه وكذلك بعض الفيديوهات اللي تم الاذاعه ديالها عبر قناه ديال نيشان الان اللي ديال واحد السيده وواحد عاوتاني واحد السيده اخرى عاوتاني وقع لها مشكل في حي اخر، وكذلك ذاك المسن، وكذلك حتى الفيديو الاخير ديال الرجل اللي كيخدم في جمع النفايات باش مسكين يعيش ويعطي قوت لوليداته. فالوضع مزري وحنا كنفتخروا كنقولوا بانه راه كاين امور مزيان وكل شيء. لا، نعطيو الواقع وما نبقاوش كما كنقولوا نغطيو الشمس بالغربال ونبدا نقولوا واحد الواقع ما كاينش ونعطيو للناس اخرين راه حكا راه هذا لا ما كاينش هذا الشيء ولا كذوب. حيت لقينا بعد سامحهم الله اللي كيقولوا علينا حنا راه حنا الانفصال وحنا هذا وحدا هذا، واخا هذا المصطلح ما كاينش قانونيا بعدا باش تقول لنا انفصال. ونعطيك واحد النبذه عليا. انا محمد بن عبد الله مزداد بمدينه العيون، يعني من مواليد مدينه العيون، ودرست في مدن عديده في المغرب الحمد لله، ورجعت لمدينه العيون وحاولت انني ندير مقاوله صحفيه ديالي في مدينه العيون اللي هي مسقط الراس ديالي، ونهضر على الواقع اللي كاين في العيون ونوصل الشكايه ديال الناس ونوصل المعاناه ديال الناس المسؤولين. لانه صاحب الجلاله نصر الله محمد السادس راه كيقول شعبي العزيز، وكيقول مفهوم السلطه الجديد للمسؤولين، وكيقول تقريب الاداره للمواطن. والدستور 2011 كما قالوا بعض الحقوقيين الدوليين كيقول خصكم تفتخروا ببلادكم المغرب. علاش؟ لانه المغرب فاتح على حقوق الانسان والسباق، يعني الاول دوله في افريقيا كتصادق على مبادئ حقوق الانسان، ومن الاوائل في الدول العربيه، وفي نفس الوقت هو ساهم في البنود ديالي، يعني ساهم في النقاط المهمه ديال حقوق الانسان، راه هو اللي حطها مع الدول المتقدمه كامريكا وكفرنسا ودول اخرى متقدمه في حقوق الانسان. واللي نزيد نضيف لك سي عمر، فالمغرب الحمد لله الحقوق الانسان بما انه احترم مبادئ حقوق الانسان وبما انه
طبق على ارض الواقع في مؤسسات امنيه كالاداره العامه الوطني، كالدرك الملكي، كالقوات المساعده، وكذلك انه دار الشفافيه والنزاهه ومحاربه الفساد والرشوه وبزاف الامور. راه هو الحمد لله دابا كيجني الثمار، وراه جنى الثمار. هو دابا اللي كيترأس المجلس الدولي لحقوق الانسان في جنيف. فالواضح الامور، ما نبقاوش نكذبوا وما نبقاوش نقولوا لا. الدستور 2011 جا في التعبير، يعني حريه التعبير، هدر، ولكن مقيد بقانون. يعني ما خصكش تعتدي على حقوق شخص اخر، يعني تجاوز حقوق ديالك. في نفس الوقت الدستور 2011 جا بالسكن، جا بالتجول، جا بالعيش الكريم. يعني هاد الناس راهم مغاربه. وباش نكونوا واضحين، سي بيه دابا كيسمع معنا في هذا البث، باش نكونوا واضحين ونوضحوا كل شيء، وكما كنقولوا نحطوا الوراق ديالنا كاملين. راه السي بيه هو مستشار جماعي، يدير مستشار جماعي قبل ما كيدخل المجلس الجماعي ولا قبل ما يدخل الانتخابات. راه حتى كيدير عليه واحد البحث. كاين اجهزه امنيه اللي تبارك الله دابا راه حنا مراقبه التراب الوطني راه خاليه ارهابيه، راه كتكون ما عرفتش شنو كدير، وكيجبدوها قبل من اي حاجه، قبل ما تخطط لاي حاجه. أستاذ محمد، على كنعرفوا على أن واحد كلمة انفصال، يعني أي شخص بغاو يلصقوا له. أنا جاك سي عمر، يعني هو السي بيه دخل الانتخابات، إذا راه السيد وراقيه سليمة، السيد مغربي، السيد أنه وطني، وراه دخل الانتخابات باش يدافع على المواطنين اللي هما صاحب الجلاله. دائما كيقول لك اختار واحد السيد اللي غادي يكون عند قد المسؤوليه، واحد السيد اللي غادي يكون فيه نفسك انت ويدافع عليك. والمؤسسات ديال الدوله هي موجوده، هي راه الاشاره ديال اي واحد كيدافع على حقوق الناس في اطار القانون. ويعني هذا السيد راه مغربي، يعني وطني، وكيقول لك انا ما لاقيش الضروريات. يعني ابسط شيء هو القناه والصرف الصحي. ما عندش سيد قناه والصرف الصحي. عباد الله، راه الا ما عندكش قناه والصرف الصحي راك انت معرض للاوبئه، معرض لامراض خطيره كالربو، كالحساسيه، كالامراض الجلديه. اذا شنو هاد المسؤولين اللي خلاو هذاك الكارثه كاينه تما وما نقلوش هاد الناس اللي هما اللي كيتعدوا على رؤوس اصابع؟ اذا انت كتساهم في جريمه، انت كتساهم في كارثه توقع للمواطنين المغاربه. ولا كانوا هذوك الانفصاليين، واخا كما قلت لك هذه الكلمه ما كايناش في القانون. كاين في القانون هو التخابر مع دوله اجنبيه، ويعني الدوله اللي معاديه مثلا الوطن، فكان عليك تثبت ذاك الشيء. هادشي ما كنقولش انا اجهزه ديال الدوله كتقول هادشي، لا. بعض الاشخاص كيصيفطوا لنا في الخاص، ولا بعض المرات كيتواصل معك في الهاتف كيقول لك لا ولا هادشي ما كاينش ولا. وبعض الاخوان كيتصل كيقول لك اودي راه كيقولوا كيفعلوا هادشي ديال الشارع. انا كون كان عندي ما يثبت راه غادي نعرف اش غندير. راه القانون كاين فوق الجميع، ولكن هاد الناس هادو عندهم مشكل خصو يتعالج واضحه. والقفه باش نكون واضحين، السيده كتقول بانه انا ما لاقياش من ناكل وكتبكي. هذاك راه وضع مؤلم، ووضع اللي مخزي. انه باش تقول السيده ما لقاش ما تاكل، راه حشومه. حنا راه مسلمين، حنا راه مغاربه، حنا راه معروف عندنا الكرم، معروف عندنا التضامن. وخير دليل وقيت كورونا، وقيت الزلزال. يعني ما هادو شوف اسمح لي سي عمر، سيدنا راه عطى قفاف عطاها سيدنا، قال لك هادو بغيت الشعب ديالي، الناس اللي ما محتاجه، الناس اللي محتاجه ما لقيتش ما تاكل. ومن بين المدن اللي استفدت، يعني كاع المدن المغربيه اقاليم جنوبيه العيون، علاش ما نجيبوش هذيك السيده؟ فين كان عون السلطه؟ فين كان قائد الملحقه تما؟ انا ما عارفش انت شكون اللي سكن عندك، ما عارفش شكون محتاج شكون ما محتاج. وفيديوهات شفناهم ديال الناس كتعاني. والزميل اليوسفي كيقول بانه كاينين السيارات رباعيه الدفع دازت وهزات قفا وزات. اولا غادي نلوم هذاك السيد اللي جا هز قفا في ديك برباعيه الدفع، ما حشوماش عليك. سدي شي حاجه ما انت ما محتاجش ليها، مع الله اش غتقول ليه؟ وعاد المسؤول هو اللي عطاها ليه. الا كنت غتعطيني من مال الدوله، عطيه من جيبك لهذوك الناس. بزاف الامور سي عمر اللي
ما بقى ما نقول، كيعجز اللسان على الكلام. شكرا الاخ محمد. الاخ اشرف كمراسل. الاخ اشرف اسمعني. كنسمعك اخ عمر، كي داير؟ بخير الحمد لله. الاخ اشرف اطرحنا واطرح المشاهدين ديالنا في الصوره، لانك انت اللي مشيت صورت عند هاد الناس، عند هاد الديار، عند هاد الناس اللي سمعنا واحد المره وحزت في النفس على انها حتى الفطور ما لقاتو. بغيناك تطرح للمشاهدين ديالنا في الصوره. الاخ عمر، اللي نقول لك على دوك الحالات هما يعني حالات انسانيه، حالات كتعاني في صمت. يعني انا كمراسل لجريده نيشان الان، يعني صراحه ملي مشيت ما توقعش نلقى الناس انها كتعاني، وصراحه لديك الدرجه اقسم لك بالله. لا يعني غرغروا، تاثرت اقسم لك بالله. يعني باش حنا في 2024 كنلقاو الناس في مدينه العيون، رغم ان المدينه كتوفر على شحال من حاجه الحمد لله، والناس باقا مسكينه ما عندهاش، يعني باقا كتقطن في ديور الصفيح. لا اله الا الله اقسم لك بالله. واش قال لي الاخ العضو عضو الترجم عضو مجلس بلديه العيون، اي الاسم ديالو البوي. قال لي مسكين اقسم البوي، هو حاضر معانا اقسم بالله. قال لي مسكين ان فوا جيت عنده قال لي شوف ولدي، قال لي مرحبا بك، الا كنتي غتصور وغتلحق صوتنا مرحبا بك على الراس والعين. كنتي غتصور وداك الشيء ما غتلوحو، تعال افطر وتعشى وكول داك الشيء معانا اللي قسم الله، ومرحبا بك. يعني كتشوف الناس ما عندهاش، ما لقات ما تاكل، مسكينه على قد الحال، وباغا تقسم معاك ديك الوجبه، يعني ديال الفطور ولا ديال العشاء. يعني ماشي كندوي على بعض الصفحات ولا بعض يعني المواقع الفيسبوكيه ولا الجرائد اللي جات انه صورات، ولكن للاسف ما قدراتش كما جاء اللسان به، ما قدرتش تنشر داك الشيء. حنا بدورنا ما عندي ما نقول لك. يعني حنايا كنمثلوا ديك جريده نيشان. انا هاد الكلمه غنقولها في حق مدير الجريده هو الاخ عبد الله. يعني الاخ عبد الله كيقول لك شوف، اي حاجه كاينه كتهم الدرويش، كتهم المواطن، كتهم خدم باريحيه. ما كتبش عليك، انا من التحق انا خدمت مع عده جرائد يعني وطنيه ومحليه، ولكن ما لقيتش بحال جريده نيشان. يعني نيشان الان يعني كنحس براسي خدام الجريده ديالي، يعني فهمتي. ما كيقولكش لا ما تنشرش هذه، لا عندك هذه، لا هذا صاحبي، لا هذا، لا سيدي. اي حاجه كتخص الدرويش، اي حاجه كاينه، اي حاجه خنسلطوا عليها الدور. احنا يعني كسلطه رابعه خاصنا نوصلوا الميساج، خاصنا نوصلوا الدرويش انه عنده واحد الحق خاصو يستافد منه. يعني في مشيت ودويت معاهم وكان ذاك اللقاء ولقيت بانهم ابسط حوايج، انهم قفف رمضان ما كيشدوهمش. وللاسف يعني كاينين كما لقينا بعض الناس كتقول بان قفف رمضان شدوهم بعض الناس في العيون كيجوا بالكاتكات وقفوا هزوا قفف رمضان. وهاد الناس يعني اللي كما كنقولوا انهم خاصك تشوف خويا محمد، خاصك يعني نقدر نعاود لك، تقدر ياثر فيك الفيديو اثر، ولكن جيت وشتي داك الشيء بعينك مباشره وكتشوف ديك الاطفال مساكن صغار يعني كاملين في ذاك المحيط، كاملين في ذاك الديور الصفيح، يعني مهددين الضيقه، مهددين اي حاجه. كما قال لك الحنوشه، العقارب، الواد الحار ما كاينش، كتجي الشتا كيتكرفسوا. يعني الناس صراحه يعني كما كنقولوا كيعانوا في صمت. وكنبغي نوضح لبعض الناس يعني اصدقاء ديالنا اللي كنعرفوهم في المدن الاخرى بالمملكه، يعني كيقول لك بان ناس العيون راه عايشين بحال الخليج، راه ما خاصهم خير، واكلين شاربين غير قاسيو كيتخلصوا، يعني كلشي موفر لهم. لا، حنا بينا الواقع، بينا بان الناس كاينه، ناس في العيون كتعاني، ناس في العيون يعني مسكينه ربي اللي علم بها. هذا اللي كاين. يعني انا درت ذاك اللقاء مع هاد الناس، راه كنقول لك 48 عائله، هذا راه يعني 4 الحلقات، 4 العائلات، وشو التعاطف ديال الناس الحمد لله. وباش مدينه العيون الحمد لله فيها المحسنين، وخارج مدينه العيون لقينا الناس باغا تعاونهم. يعني قالت لك والله، والناس اقسم بالله في الكومونتيرات قالت لك ودي حنا جينا للعيون ما عمرت شفنا هاد البلاصه في العيون، والناس ما تيقاش بان هاد البلاصه كاينه في العيون. شكرا الاخ اشرف. الان مع عضو مجلس بلديه العيون بويه محمد فاضل. مرحبا بك. مبارك. السلام عليكم. مرحبا وسهلا. مرحبا محمد بخير. مبارك. الله يسلمك.
تحياتنا اولا نشكر الاخ عمر على هذه الاستضافه، ونشكر من خلالكم الاخ اشرف والاخ الثاني على هذه الاستضافه وعلى هذا تسليط الضوء من اجل تسليط الضوء على مشكل هذه القصديره البرارك اللي في حي الوفاق. والله نقولوا احنا على الوفاق هو اللي في حينا احنا. مشكله البرارك مشكله عادل زمن كيف تعرفوا. والله زاد لما عدتوا تعرفوا ندور نعرفكم بطريقه اخبار هذه البراريك مجموعه من سكان اهل الصحراء اللي خلاتهم اسبانيا قدام تقريبا من تاريخ بعيد من زمن صبيان، كانوا وباتنا هون وعائلاتنا ورثناهم احنا من عندهم. وكيف تعرفوا هذه الساكنه ياسر من المسائل اللي يبينوها بعض المسؤولين، ونتكلم عن مسؤولين الولايه بالخصوص، لانه الوالي يعتبر ممثل لصاحب الجلاله وهو المعني بالدرجه الاولى لهي معاناه هاي الساكنه. هاي ساكنه البلايك تتكون من اكثر من 48 عائله على اقل تقدير. وكيف تجرأت جريده نيشان في شخص اشرف وجو كيف شرحنا له على انك اذا عدت له تعود جريء في انك تنشر هذه المعاناه، مرحبا بك وسهلا. ما عدت له تنشرها، توكل واشرب وافطر معنا وما هباس كيف الاخوت. ونتاسف ان بعض الجرائد وبعض المجلات وبعض المسؤولين نعتبرهم احنا مسؤولين لانهم نافذين في العيون جاوا ولا سلطوا الضوء على ذا المشكل، ولا نحتاج ان نذكر الاسامي لا من الجرائد ولا من المجلات اللي جات هونتيه وشافت ذي المعاناه وقالت هي على اعتبارات عندها هي على نخرج عليها ضغط معين من ناس معينين انهم باش ما ينشروا معاناه هذه الساكنه. هذه معاناه ساكنه نبدا لكم بنفسي. انا ابوي محمد مبارك عامل بالانعاش الوطني، ناضلت من اجل تحقيق مطالب عمال الانعاش الوطني، بنيت بنايه جيجيمات بتنات على ظهري في سنه 98 وبنيت ذيك الديور اللي في السد وسمينا نناضلوا من اجل عمال الانعاش الوطني باش نبينوا حقوق لهم. ودخلت في الفيدراليه الديمقراطيه للشغل وعدت عضو مجلس وطني في الفيدراليه الديمقراطيه للشغل. وناضلنا مملينين برزت هذه الساكنه اللي في حي البراريك عضو منها ينين دخلنا غمار الانتخابات ولا يذكرنا بالانفصال ولا يذكرنا بذيك الامور. نحن ما عندنا قالوا عن القافله تمشي والكلاب وتنبح، احنا ما يخدنا في ذاك اللي ينقال علينا. المعروف الباسو ما يهم عليها عندنا. الى عاد النضال خالق والله، الى عاد الوطنيه خالقه ذاك الشيء في القلب. الى عاد يتم حد يغني بها راعيهم وطنيين وراعيهم يعتبروا عن انفسهم مسؤولين في داخل الدوله، وهم ياكلوا حق الضعيف ويشوفوا حق الضعيف. هاي الوطنيه منين جات عنهم؟ والله الوطنيه لا في شيء نتكلم. الوطنيه شيء في القلب. اعطيه مولانا ما جاب عليه ما هو مولانا. اللي بغى ينعتوا والباغي يخليهم اللي في قلبه راه في قلبه. نكمل لكم ناضلنا داخل هذه 48 عائله في البراريك، وقلنا اعلنا لابد نخوضوا غمار الانتخابات من اجل نوصلوا صوتنا للمسؤولين. وفعلا برزوا شخص معين اللي هو في شخصي انا، ودخلنا في غمار الانتخابات والحمد لله تمت عضويه مجلس بلدي داخل البلديه ومازلنا نناظروا. واللي نتاسفوا له ان الوالي في شخص الوالي عبد السلام بكريات طالبناه كم من مره عندي ورقه على اساس ان ندور لقاء شخصي باش نعتوا معاناه هذه الساكنه. وللاسف هذا ما يقارب من شهر وزياده ما فات الى حد الساعه استجبنا، وهذا يقد الاعتبارات الثانيه الله تعالى اعلم به. السؤال المطروح واش قد عطاوكم وعود واش قد تستجبوا لهذه الوعود ديالكم ولا ما كاين شيء؟ ابدا. لا انا قد سمعت على انه جاكم حد وعطاكم وعد على انه لا يشوف الوضعيه ديالكم وما ترجع، ما لا داعي للاسم ديالو الا ما بغيت،
بغيناك تطرح ما عندي انا شوف، انا بالنسبه للسامي خاطي الجرايد اللي جاوا مساكين وعندهم تخوف، لانهم الناس نعرفوهم لا من الساكنات ضعاف وداني سبق صحافي غير نضغط عليهم دوك نحتاجوا سامي غير الاشخاص اللي جانا قد جانا شخص اللي عاد ما عندك مشكل نذكر اسمه. انا ما عندي مشكل. جانا ذاك الصقع المحسن المعروف في العيون اللي هو حسن الدرهم، انا تي في داري وقعد في داري وطالب في نخوضوا معاه غمار الانتخابات. جانا وللاسف انه ما قط عقب ذاك المجيت لا جانا ولا سلط الضوء على مشكلتنا. من ناحيه الاشخاص الثانيه والله اللي قد جاونا وحدين واخذوا من هنا تيه وشافوا معاناه قد جانا يا غير ما جاب المباشر وقفت له انا شخصيا شفته وتميت مقابله عيني في عينه ينين قام ماشي اللي هو الوالي السابق بوشعاب، وقف مبيني معاه تقريبا لا شي 5 متر 6 متر فتو وقام ماشي. السلام عليكم سي حسن، تسمعني؟ وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بك. معنا الحاج الدرهم مباشره. محمد مبارك تسمعني؟ سي حسن الدرهم كنتكلموا على هاد الديار ديال دوار الصفيح اللي ربما انا رسلنا لك بعض الصوره، وكان معنا الان على المباشر بويه محمد مبارك وقال على انكم قمتوا بزياره لعندهم، وربما انك بغيناك تطرحنا في الصوره وتطرح مشاهدي صوت قليم موادون من بعد الزياره اللي زرت هاد الناس اشنو وقع. السلام عليكم، بعد الخير. لاباس عليكم؟ وعليكم السلام، مرحبا. الحمد لله. هذا كيتكلم على 2000 انتخابات لسان هذه الساعه جايين شنو العيون نعرفوا عن داك الشيء كان واضح وباين جديد. المشكل السكن في العيون اكبر برنامج سكني تعدل في اطار مشروع ملكي كبير ما عداش العيون، ولكن مع كامل الاسف الجميع لاحظ عندك 30,000 بقعه اللي مشات هباء منثورا عطات الناس لا داعي لذكر ذاك كامل. فهمت؟ عن خالد يا خالد ما الناس ما ولا الديار يتكلموا على جميع المجالات، المجال السكني اللي تكلمت عليه غير مجال الدوله دارت اكثر من جهه. انا كنتكلموا على مشاريع تقدر كامله كان 77 مليار ولا حدا 100 مليار ديال تقريبا 100 مليار ديال الذهب، راه ما وسعش. هذه راه شي ما نقدر على الانسان عنيدين، ولكن هذا ما ولا قطاع السكن بجميع القطاعات، قطاع التسويق، قطاع التعمير، قطاع شنو ندير لكم، قطاع الصحه، قطاع المجال الثقافي. الدوله مخصصه كامله، مخصصه مشاريع، مخصصه اموال كبيره، ولكن ما كاينش مراقبه مع كامل الاسف. وهذا هو اللي كنطالبوا به، وهذا اللي قلناه ونهار قلناه علانيه طلبنا نعرفوا عن هذه. بغينا نعرفوا انا كعضو في مجلس الجهه من حقنا نعرفوا على الاقل خليكم في كتمشي هذه المصاريف. طرحنا جمله اسئله في النشاط مثلا الرياضه كتمشي ل 14 مليون ديال الدرهم سنويا، تمشي لقطاع الثقافه 15 مليون درهم سنويا، هذا راه من 2017 سمعت. الى حد الساعه طرحنا السؤال قلنا لهم عطونا كل الله يجازيكم بخير في كتمشي ديال الاموال. راكم سمعتوا الجواب وسمعوا العالم كامل سمع الجواب كيف جاوبنا، عندنا حنا كاع يمكن ندخلوا الحبس وعندنا ما نعرفهاش وعندنا ما نعرفهاش، وعن الاداره المرسى وعندك المرسى يعني يعرف الخاص والعام. عن حسن الدرهم ما عنده متر واحد يعلم الله. وانا كنت اغنى بلديه الصحراء هي بلديه المرسى. وذاك اللي عدل فيها مولانا يعرفوا، البشر يعرفوا الحمد لله، والساكنه تعرف. وانا جد فخور بالساكنه وجد فخور الحمد لله بوطني، وجد فخور بذا كامل اللي يعدل. ولكن من ناحيه ما يقع حاليا في العيون، في جهه العيون خاصه اللي انا هي اللي عندي الحق نتكلم فيها كعضو، كنقول بان هناك خاصنا ذاك اللي قال جلاله الملك خاصو يطبق. بارك من التاويلات وبارك من الكلام الخاوي. عندنا ما يثبت، عندك الاموال كتمشي لاماكن لا علاقه لها لا بالثقافه ولا بالسكن ولا بكل شيء. ملي كتجي العيون اليوم تشوف التجزئات اللي في العيون، عندهم التجزئات. هذه الاراضي كيفاش حفظت ديال الاراضي؟ عن اي طريقه وحفظتها كامل نعرفوه. ولهذا اليوم حنا كنطالبوا بمستوى واحد، الله يجازيكم بخير، بغينا هذا طريقه المعامله اننا نعاملوا كسائر مناطق المملكه.
ما نقولوا هذا من العيون الصحراء وعندها حكم عندها قانون الداخلي، الدار البيضاء ولا وجده ولا فاس ولا مكناس ولا قدير عندهم قانون. حنا بغينا اللي فرطي كفرط عينا 50 عام هذه اليوم حان الوقت الدوله ولا دايره اللي عليها. سبحان الملك يعلم الله ان حتى ما يغني عن الصحراء كامله. نجوا المبادره الوطنيه، شوفوا شنو كيخلص لنا في المبادره الوطنيه. شوفوا دول الموظفين اللي عندنا حنا، وحنا عندنا اكبر نسبه البطاله في المغرب عندنا حنا في جهات الجنوب. علاش يوقع؟ حاجه بركه خصنا نديروا مقاطعه الحروف وكل يتحمل مسؤوليته. انا نقول لك راه كاين نسيت، راه كل نسيت لا قطاع السكن لا دور الصفيح، تعال القطاعات كامله بدون استثناء. قطاع الصحه مثلا شنو دار الواقع قطاع الصحه شنو؟ غادي سي حسن غادي نطرقوا لهذاك الموضوع ان شاء الله، وربما انه كيف تكلمت معك ان شاء الله تكون معك شي حلقه خاصه ان شاء الله على هذا الموضوع. غير الشيخ حسن، واش ممكن تعطينا شي وعود لهذه الساكنه ربما تمشي تشوف الوضعيه ديالهم؟ لان شفنا واحد الجريده سميتها جريده نيشان الان مشات دارت واحد فيديوهات، ربما انك راك شفتهم، يحز في النفس على انه كاهله ما جبرت باش تفطر، يعني وحنا في 2024. يعني شنو حتى السؤال بعض المرات واش كتظن عندها معقول؟ اليوم العيون قلت لك معطيه من الحمد لله من الميزانيات اللي باش نغطوا الصحراء كامله والساكنه كامله. اللي كندير الساكنه بصفه عامه، هذا ما هو معقول. اللي قلت لي يضحك، هذا ما هو معقول. واش الناس طامعه حتى في الزور يا وليدي؟ الزور اللي خاص اللي مخرج اللي مهيئ للناس، اللي الناس ذو الدخل الضعيف والساكنه بصفه عامه. وين كتخلص من الشغل؟ تعالوا ديروا جرد الزور مثلا. شنو نقول لك؟ اعطيني اي قطاع بغيت، تفضلوا جاوبونا عليه. هذا اللي وقع ما هو معقول. هذا انتشارات العائلات اليوم في الصحراء والشركات كالشركات، انا واحد منهم اللي ما عندنا حق نخدموا باي شيء. المنفذ الوحيد اللي كان عندها الصحراء كان عندنا فوس بكرة، الشركه الكبيره الوحيده اللي تستطيع تخدم اي حد وتخدم ياسر من الشغيره وياسر من الناس. اليوم شوفوا الشركات مصيرها عند واحد فئه معينه هي الامر والناهي. شنو نقول لكم اكثر من هذا؟ هذا واضح للعيان، ما يحتاج نقولوا شيء، ولكن حان الوقت باش كله يتحمل مسؤوليته. وانا من هذا المنظر كنادوا باش يطبق القانون. المحاسبه ثم المحاسبه لاي واحد كيف ما كان نوعه، ما يهمناش، ولكن يوضحوا ما يجاوبونا على الاسئله اللي قلناهم. يجاوبونا، يتفضلوا. راه ما في قطاع داك السكن، كل القطاعات. شوف اللي وقع في التعليم. موضوعنا السي حسن هو السكن، لانه الاخ محمد مبارك قال على انكم قمتوا بزياره. شفنا هذه الفيديوهات ديال هذه الساكنه، شفنا العيون البارح دشنت واحد الساحه ربما اسمها 707، شفنا الاناره، وكنشوفوا هاد الدوار هذا كاين وسط قلب العيون. يعني الرساله شكون يتحمل المسؤوليه بكل صراحه السي حسن؟ شوف الله يجازيكم بخير. شوف اللي هذا الشيء كامل اللي كتشوف في العيون راه معدلوا برنامج ملكي ثاني. ما عدلنا والو، ما كاين هيئه تقول انا عدلت، لا بلديه ولا برلمان ولا اي شيء. عدلوا برنامج ملكي بتعليمات ملكيه ثانيه. اسمع ديك الساحه هذه الساحه 707 اللي كيتكلموا على ديك الساحه، شوفوا واش وقع فيها، شكون استفاد من الاراضي اللي كانوا فيهم. تفضلوا، رانا عارفين كل شيء. قلت لك السكن المخيمات مثلا، هذاك اللي وصلت لهم الدوله راه شي بدي يسكننا كاملين. علاش ما يطبق؟ ملي كتقول انا سكن دار الصفيح حنا خاصنا نكملوا فينا منهم هذه 10 عينات، خاصنا نوصلوا منهم. هذا هو المنطق وهذا هو البديهي اللي كخاص يكون، ولكن مع كامل الاسف هذا ما وقع. اذا من المسؤول؟ نطالب بفتح تحقيق في كل القطاعات بجملته، قطاع السكن وقطاع دار الصفيح. متفق معي؟ هذا كله هي فكرتي. لا تغطوا بالغربال، نقولوا الصراحه، لا تنافقوا الناس ونكذبوا الدوله ولا الناس. هذا هو شيء. جميع ملكنا ودولتنا دارت لنا اللي ما دارت اي منطقه في المغرب، دارت في الاقاليم الجنوبيه ديالهم ما فيها 3 اقاليم. اليوم مسؤوليتنا حنا. تقول لي حنا شنو يعدوا؟ دابا في داك الشيء تكلم على شنو يعد. انا كمستشار راك نمشيو نوقع في الانتخابات وراينا كنخلصوا عواقب هذه
هذا هو الكلام اللي كنا قلنا. ولكن خاص تعود عندنا الجرأة باش نقولوا هذا بيض ابيض اكحل اكحل. خلينا من الحديث يدخل في القبليه، والقضيه بعيده على قلنا. هذا هو الشأن العام وشأن المواطن البسيط والمتوسط والغني. راهي مشاكل مطروحه من جملتها قطاع السكن، وهذا قلناه ولكن ما عم نتكلم. اوكي، شكرا سي حسن. ان شاء الله في الايام القليله المقبله ان شاء الله تكون معنا ضيف حلقه. مرحبا بك سهلا ولا، وشكرا على سعه الصدر. تحياتنا لك. شكرا وتحياتي للسلام عليكم. ان شاء الله راهم يسمعوك. شكرا. تفضل السي العضو سي محمد مبارك، تفضل. سمعت المداخله؟ سمعتها حتى. اولا بالنسبه لتكمله لكلامي على اساس دور الصفيح، انا كيف قلت لك على الاخ حسن مشكور، دار لنا زياره في 2009 2016 15 وعالم بهذا الدور الصفيح. هو من الناس اللي المحسنين في العيون، معروف. كان زين عندنا يوصل رسالتنا. وبالنسبه للدور الصفيح، اولا باش لا نعطيكم على اساس انه ما كان تابع للمدينه، كان تابع لدائره بوكراع، لانه هو كان قروي. وتم التمدن بين مع تقريبا المدينه بين معها شي 3 كيلو ولا 4، وتم المدينه توسع المدينه لين لحقتنا. ومن لحقتنا تم الحال على حالهم، اللي لحد الساعه مازال على الحال. تخطاونا هيئات تجزئات جاو، وبقينا احنا الوسط. هذا الشيء معروف. كيف قلت لكم قبيل على ساهمنا في بناء جيمات، ساهمنا في بناء ذوك الديار اللي عند في 2000 تقريبا و3 في الديار اللي عند السد، وساهمنا في حتى في الله ينعش الشيطان وخزيه في الدويرات. هذو اثر التجزئات ساهم فيهم عمال الانعاش الوطني، هم اللي بانيينهم. ولحد الساعه هذوك الديار مقفولات، واحده في 98 مقفوله، وحدات في 2003 مقفولين، ووحدات في 2000 تقريبا مقفولات الى حد الساعه. وخارقات وحدات في 95 ذوك اللي في شارع السماره مقفولات الى الليله ذي. وحدات في الوفاق بركتي مقفوله الى الليله ذي، عادهم ذاك اكثر من 23 سنه. هو 4 تجزئات في العيون مقفلات الى حد الساعه. والبراريك داخل ولايه العيون راهو من شيء محزن ومؤسف. ولا خارج حد يقول علينا ما هو عالم بينا. احنا قافلين شارع قد دخله ينقال له شارع العمران، اللي مشى يجي عليه واللي دخل الى الحموشي. الحموشي منين جاي يدش، حاولوا بما امكن باش ما يخطوه على الشارع، وعدلوا له الشانطي بيننا معاه تقريبا شي كيلومترين. خطاوه من زفت، جاوا الى رق زفتوه باش لا ما يتخطى على هاو البراريك. غير احنا نطالبوا مطالبتنا من الولايه شخص والي، لانه هو الممثل الوحيد لصاحب الجلاله الوالي عبد السلام بكرات، لانه هو المعني بالامر. حد غيره راهو ما هو معني بشيء، لان فاقد الشيء لا يعطيه. حد ما عنده شيء لا يعطيه، ما انظروا منه شيء. يا غير الوالي هو اللي فايده كل شيء. يالطو يجي يشوف ذي المعاناه اللي تعاني منها ذي 48 عائله واكثر، من واد الحار ومن الضوء ومن الماء اللي نعانوا منه حتى لحد الساعه سيرنات يجونا. وللاسف العقارب كيف ذكرت الاخ اشرف في المقابله الاخيره، غير عاقبه هو جيراننا كاتلين حنش، غير عاقب اشرف جيراننا كاتلين حنش. هذا راه عيب وعار يضحك. كنا ساكتين اللي ماشيين على الايه تقول لك تحسبهم اغنياء من التعفف. احنا حق اغنياء في قلوبنا، ما قد حد ينعتنا غنانا في قلوبنا. يا غير شي لا يعطي الساكنه السكن. لو كيلو الشرام ما خارج حد دار لا تدخل ما اكلتوا الشراب. كيلو الشرام ما هو السكن. حد ياوي ذي الساكنه اللي من حقها على الولايه ان تعطيها هذه الديار المقفله. اكثر من 500 دار وراين علة، اكثر من 500 دار في العيون مقفوله، اكثر من 500 دار في العيون مقفوله. واللي باغي يعرفهم يجي الشارع السماره
راهم صادين على ستاسيون الجماني، ويقيسك جيمات راهم من وراء حي المستقبل، ويقض شور العقبه اللي عند ستاسيون العريش راه ولا يجبر هم اللي تزيها فما مقفله، ولا يجي عند ستاسيون حمدي هذه اللي عند الوسعيه في الوفاق، حتى هي راهم ديار فما مقفلات. هذه ما لا تزيها واحده قافله فام. هذا هو اهل البراريك، هذا راه عيب وعار. 2024 وراني نعطيكم على اساس ان الوالي اعتبر العيون من اول مدينه في المغرب اعلنها مدينه بدون صفيح. هذا منين يعود الوالي يعلن عن اول مدينه في المغرب بدون صفيح؟ قال لك صح باغي يكذب يبعد شهوده. تعال شوف البراريك، هذا اللي نتاسفوا منه، نطلبوا من المسؤولين لا في الداخليه ولا من الوالي على انهم يشوفوا من هاي الساكنه. لا مره ما ولا يتم على حاله، الناس ما يتم صابره. راني كيف قلت لكم غير في اللقاء الاخير مع جريده نيشان جيراننا كانت لي نحنش. هذا ماله عيب وعار، مال العقارب والفيران اللي نقولوا لهم جردان والله شي ذنبت تلقى عمر عادي عند القوم. هذا راه مش مؤسف. ولا تقول حد عن مطفل على ذي البراريك راكم يجوا جزبار لا فلان ود فلان، لا الناس ساكنه الاصليه اللي خلاها الاستعمار الاسباني ودخلت عليها الدوله المغربيه مازالت في بلدها. خلينا من ذوك الناس اللي يذكرون احنا بالانفصال حانوا قاعدين يتقناو باش نفصلوا. راهي مشكله. الاخ بن عبد الله محمد، استاذ محمد سمعني. سي عمر سمعت الاخ محمد مبارك قال لك على انه هذا الديار ولا هذه الساكنه كانت في عهد الاستعمار الاسباني. انت مقيم في العيون وكمدير ديال جريده، شنو بان لك في هذا الكلام؟ اولا من الكلام ديال السي بويه كيبان بانه قانع في قلبه وما كيطلبش شي حاجه اللي هي مستحيله. السكن كما قلت لك كانوا جاوا في الدستور، هو من حق اي واحد مغربي. وكيقول بانه 500 منزل او شقه ما ساكن فيها حتى شي واحد وسنين هما خاويين. اذا الى خاويين وسنين و500 دار فهذا نعتبروه هدر مال العام. انه علاش مخاوين دوك الديور 500 دار علاش؟ وكيقولك بانه الوالي ما عرفتش واش هذا الوالي ولا الوالي اللي سبقوا، مهم منصب الوالي اللي ممثل واللي سهر على تنفيذ كل ما يتعلق بالدوله ولا التعليمات الملكيه، واللي كيسهر على مراقبه جميع الادارات ديال الدوله في تطبيق القانون. فباش كيقول لك بانه الوالي كينادي به وكيقول له عافاك وكينادي، وفي نفس الوقت كيقول بانه عطاه الطلب ديالهم شهر هذا باش عطاه الطلب وما كاينش اجابه، يعني ما جاوبوش. فصعيب صعيب صعيب هذه الامور صعيب. وباش يقول لك بانه السي بويه كيقول لك بانه من السكان الاولين. ف انت السي بويه كان واحد القضيه. بعض الناس كنت ديك الساعات السنوات هذه اللي سابقه قبل من ناسس جريده نيشان الان، وكنا تواصلنا مع ناس اخرين في مناطق اخرى في المغرب، ونفس القضيه كتعلق بالسكن العشوائي وهذا والسكن الصفيحي. وتواصلوا مع المسؤولين وما كان حتى شي واحد كيتجاوب معاهم، فارتأوا انهم يراسلوا الديوان الملكي، لانه اخر حاجه هو الديوان الملكي. والديوان الملكي يكون اكيد ان فوا غتواصل معاه راه كيستجيب لك، وضروري ما انه يجاوبك على الشكايه ديالك. القانون واضح. وفعلا الناس صيفطوا الديوان الملكي، الديوان الملكي فتح تحقيق، لقى بزاف الامور، فتح مع بعض المسؤولين، تواصلوا مع الناس، يعني الناس بعدا وصلت للحق ديالها. فيا حبذا انه تواصلتوا مع والي بصفتو كممثل صاحب جلاله، بصفتو كشخص اللي كيسهر كما قلت لك على انه يطبق القانون ويسهر على التنسيق بين المؤسسات ديال الدوله ويسهر على المصالح ديال المواطنين، ويكون يجسد مفهوم السلطه الجديد اللي نادى به صاحب جلاله. فمني كتواصل معاه وما كيجاوبكش ما عليك الا انك تراسل الديوان الملكي وكون اكيد انه غيجاوبك. والمناطق الصحراويه المغربيه
فهي عزيزه على كل المغاربه وعلى راسهم صاحب الجلاله. يعني امور واضحه، حنا ماشي كنغطيو الشمس بالغربال. وجايده نيشان الان باش نعاود ناكد لك انه الهدف ديالها او الخدمه ديالها باش كتخدم هو انه تقرب للمواطنين وتكون قريبه لهم بالوضوح، بلا ما نزوقوا، بلا ما نمشيو عند شي مسؤول ولا نقول له هادي ولا هادي ولا هادي كي جات ما كيحكمش فينا شي واحد. ما قال الله سبحانه وتعالى. وبطبيعه الحال كنحترموا السده العاليه بالله اللي هو الملك صاحب الجلاله. ما يمكنش اننا نخرقوا القانون ما كنخرقوش. كنحترموا قانون الصحافه، كنحترموا القانون اللي باسم صاحب الجلاله. اذا الامر واضح. كنت كمغربي كتعاني من واحد المشكل، فالرساله ديالك ضروري انني نوصلها للجهات المعنيه. تجاوبوا معها ما تجاوبوش معها، انا الرساله ديالي او المهمه ديالي انتهت. ونتمناو لان السنوات هذه وانتم كتعانيو. والسي حسن الدرهم بصفته من اعيان البلاد وبصفته كمنتخب وشخصيه اللي غنيه عن التعريف، كيقول لك انا تواصل معك في 2009 كتقول انه سنه 2009 تواصل معك وما كاين حتى شي حاجه. هنا كتطرح علامه استفهام، وهو كيوصل بعض الرسائل اللي غير مباشره. كيقول بانه بعض الشخصيات بعض هذا هما اللي محتكرين، هما اللي دايرين. فباش نقول واحد القضيه انه المغرب راه كاين فيه مؤسسات، كاين مجلس الاعلى حسابات، كاين القضاء، كاين اجهزه امنيه، كاين الوزاره الداخليه، كاين الوزارات اللي هي معنيه، كل وزاره وشنو المهمه ديالها. فما كاينش شي واحد غيخرق القانون باش غيقول لك بانه ارض ما عرفت راكم عرفتوا ديالنا على الساحه 707 وما شكون مواليها. المهم انا ما يمكنش ندخل في هذه الامور لانه انا كما قلت لك المهمه ديالي هو النقل المعاناه، وما عنديش الحق باش نعطي تعليق على شي حاجه، ما عنديش الحق باش نتهم شي واحد، ما عنديش الحق باش نحاز لواحد الجهه على الجهه الاخرى. فاللي بغيت نقول ليه انه المشروع كاع المشاريع هذه حاجه وحده اللي غنتفق معاه فيها، وكاع المشاريع اللي كاين في الاقاليم الجنوبيه ولا في المغرب كامل ملي كتلقاهم مشاريع كبار فكون اكيد انه صاحب الجلاله هو اللي كيحطها، وصاحب الجلاله هو اللي كيكون قريب للتنفيذ ديالها وكيسهر على التنفيذ ديالها وكيراقبها، وكاينين اجهزه اللي كتراقب وكتعطي تقارير باش نكونوا واضحين. وكل واحد خرق القانون فراه الجزاء ديالو هو العقاب. راه شخصيات بارزه منهم وزراء سابقين راهم في السجن، مسؤولين بارزين في مؤسسات كبار ديال الدوله راهم في السجن. اذا راه حتى شي واحد ما معصوم من المحاسبه، كلشي كيتحاسب. والدستور راه جا فيه في الفصل ديالو هو ربط المسؤوليه بالمحاسبه، احدى الفصول ديالو هو ربط المسؤوليه بالمحاسبه. اذا راه اي واحد كان مسؤول في شي مؤسسه لا كيتحاسبوا معاه. كون اكيد السي بويه، كون اكيد السي عمر، انه اي مسؤول كيتحط في واحد المنصب، وهذه راه طبقات على ما اظن في المدير العام الامن الوطني، اي مسؤول تحط في شي منصب وكاع الوكاله كاع الادارات حتى وزاره الداخليه والعمال ولات كلشي كيتحط في واحد المنصب الا راه كيعطي من نهار كيدخل داك المنصب ولا فين كيتعين فيه كيقول له اعطيني اشنو عندك الاملاك ديالك، لا انت ولا الزوجه ولا الابناء ولا الاسره كامله. مني كيبغي يخرج كيقول اعطيني اشنو كاين، اعطيني شنو كاين، شنو دابا كتملك. وراه كاين كما قلت لك مجلس على حسابات اللي كاينه فيه اللي كترأسو شخصيه اللي معروفه اللي كانت في القضاء واللي عندها خبره في القضاء واللي كانت ممثله صاحب جلاله على اقليم اكادير واللي معروفه، اللي هي زين بالعدوي، يعني معروفه. ما بقاش داك الشيء سي بيه، يعني اي حاجه الا راه كاين فيها محاسبه، فقط كاين مساله وقت. غير انا كنقول بانه توصل الرساله ديالك مادام انه والي جهه ما تفاعلش معكم، ما كيتواصلش معكم او ما وصلاتوش، ممكن ما وصلاتوش، ما تعرفش شنو كاين، واش وصلات ما وصلاتش، ممكن انك تصيفط للديوان الملكي يكون اكيد انه غتوصلهم ويكون اكيد انه غيجاوبوك. اما بالنسبه للمنتخبين فبزاف ما نقولوا السي عمر، بزاف ما يتقال. هو كيقول لك السي مبارك انه قبل ما نجي الطاقم ديال نيشان الان انه يسجل معاه كان واحد الحنش وقتلوه. اذا ها هو خطر، وكما سبقت وذكرت
انه باش تخلي الحنش ولا تخلي العقرب ولا جميع الحشرات الزاحفه تخليها، وتخلي كذلك التلوث عندهم تما اللي كيشكل خطر لا عليهم هما كمسنين كمثلا كسي مبارك، ولا على كذلك النساء الحوامل، ولا على الاطفال. فكون اكيد انه هذا المسؤول اللي كيخلي هذا الشيء تما، انا كنعتبره انه كيساعد على ارتكاب فعل اللي هو كيجرم القانون. انت حاطين لك الناس تما كمنتخب ولا كمسؤول، ولا حطك الدوله كمسؤول مثلا ترابي ولا، فحاطينك الا باش تراقب وتتبع وتسهر وتمشي تحيد هذاك المشكل هذاك المواطن. انت ملي كتخليه عنده العقرب وتخلي عنده الاخ محمد بن عبد الله. تفضل الاخ الاستاذ بويه محمد مبارك، تفضل عضو بلديه العيون، تفضل اعطينا من خلال شنو بان لك في هذا الشيء اللي قال الاخ محمد. مشكور الاخ محمد على هاي التوضيحات. لا على حسب باش نوضح له على حسب اخبار منين ذكرت قبيل اخبار الحنش، بعد منين جانا الاخ صاحب نيشان ودار معنا التصريح بعده بنهارين جبرنا ذاك الحنش باش بعد لا تعود الرؤيه واضحه. بالنسبه كيف قلت لكم على ان بالنسبه للمسؤولين اللي نحن نعتبروهم مسؤولين عن هذه المعاناه اللي احنا نعانوا منها، وهي في شخص الوالي، لان الوالي ممثل صاحب الجلاله، هو عينه علينا احنا على جميع المواطنين، ومن ضمن المواطنين احنا اللي عاد يعتبرنا مواطنين، واللي عاد عنا ما هم اعتبرنا مواطنين وعود هم اللي عارفينك اللي عند راسه، غير الى حد الساعه بعد مازال لبزنا لا محسوبين عليه بحد ما فتنا ريناه. توصل بالرساله ولا ما توصل بالرساله انا طرحتها في ديوانه، وديوانه لما وصلها له ذاك اخبار ثانيه. انا بعد عندي الراجعه ديالي، عندي منين يسولوني الراجعه عندي انت طرحتها على اساس درت له فيها مطلب شخصي من اجل مشكل هذا البراريك نطرحها له. والولايه عاد عندنا معروفه، راهو الى عدت في بلد نافذ ذاك هو رانك تدخل، مانك في بلد نافذ ذاك طرح ورقتك عند بيرد الرد ديالو. هذا اللي المساله التوضيحيه باش نوضح لكم. هون عندنا ناس للاسف جد 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 ضعيفه قباله، فيها الناس ما هي خدامه ما هي ردامه، ومعيشه عائلات هونتيه في هذا البراريك ما يستفادوا لا من كارطيه ولا من معاونات. حتى قفه رمضان اللي تجي كل عام ما قط حد استافد منها من هذا البراريك، وهذا من شيء مؤسف. يجينا هونتيه القائد ديال المقاطعه 21 ويزقنا ويستدر هو وشيوخه، لا علاش لا تطيح ذي البريكه، على انت تقاد غطى براكتك، وعلى انت تقاد فراشك، وعلى انت هذا هو اللي يقابله. شي لا يجيبوه لهذا المواطنين في هذا القصدير ما يخالقه. منين تجينا السحاب يبقاو الضيات هون عندنا من الشتات نعودوا نرفدوا التركه باش نخطوهم يقصروا المدرسه، وهذا من شيء مؤسف عليه. الى جا الاعجاز راهو خاض الاعجاز هذا الشهر السابق رمضان وفي ايام رمضان اللي راهو العلم بهم لا مولانا، زايد على ذلك كيف ذيك الحصلات اللي ذكرنا لكم، وهذا من شيء مؤسف. حتى الحفر ديال واد الحار اللي معدين قدام كله قدام براكته راهو من الى تعطلت الحفره عند اي واحد راه يتفوت على الاقل 20 يوم شهر، الى عاد واحد مكبره تقريبا عنده شهرين خاصو يمشي يجيب واحد من الموقف ويكريه والله يتفقرش هو الراس ويخوي حاسي ويمشي يديه الخله، وهذا من تلقى عامل به كاع في ذا الزمن، وهذا من شيء مؤسف عليه. في الوقت اللي نحن نشوفوا العيون يجوها الوفود من كل بلد ولا نبغوا افطن ما لا يسجل علينا لا ولايه ولا غيرهم على نقط هذا البراريك وقفوا قدام وفد معين ولا وقفوا قدام حد له يطالبوه بشيء. ناس وارده فيهم الايه قال لك تحسبهم اغنياء من التعفف. حق المطلب الوحيد الاساسي عندهم رانا قلنا عنه كيلو شراب ما تدخل دار ما اكلت وشربت، قلنا عنه لا السكن، والسكن لو كانوا ذو الديار ما هم مقفلات ونشوفوهم بعينينا وناخذوا عليهم كنا قدنا نعذروا قاع الدوله. وهذه البلانات اللي اكثر عندي عنها من 5000 بقعه ارضيه، 5000 بقعه ارض
هذه الوفاق كامله ما فات وزعت ما بين بلوك الدي وقرون الجي، ارض مولانا خاليه فمتيه 5000 بقعه. هذا ما له مشكل. حول ولا قوه الا بالله. راهي 5000، راني نقول لك 5000 بقعه ما بين بلوك الدي وقرون الجي. واللي بغى يشوفه نطلبوا منكم ان لا يقولوا الاخ اشرف يمشي يصور، لانه هو صحافي ومن حقه، احنا كمواطنين ما هو من حقنا يمشي يصور ويجينا نعتولو، ويجينا نعتولو الديار مقفلات، ما مديولهم قاعد قفلوهم بالسيمه، بالبريك والسيمه. يمشي يشوفهم يصورهم يمشيهم لكم. وراه قال لك الباغي يكذب يبعد شهوده. احنا ذا اللي نقولوا راه بالدلائل، وكيف قلنا لكم رانا لا ما قاعدين نديروا تظاهرات للغيره، قانعين باللي عاطي الله نطلبوا سكن لا غير. هذا هو المطلب الوحيد اللي عندنا. اما لو كل شراب رانا ذكرناه ونكروه ما تجي تنقل على المسلم مولانا ما كلت شرب تنين مرق من عينك. الاساسي عندنا منين يحتوى هذو البراريك، يحتوى عيالهم ويحتوى تريكتهم. واش عندك عن 48 يشير ما بين خلقة 14 سنه الى 3 سنوات، يقوموا قايسين المدرسه من بينهم على المدرسه رق. هاي قاع منين تعود؟ ما لا فضيحه. لا اله الا الله. كنا احنا بغينا حد مثلا ما هو من الصحافه اللي عندنا في العيون نجيبوهم موجودين، اللي باغيين يخربوا البلد، وموجودين اللي يمشي يشوهك في البلاد اللي بغيت. وقد جاونا يا غير نحن دائما ما لنا باغيين ندخلوا المشاكل، لان ما لنا المشاكل. اما نحن اللي بغينا نوصلوا صوتنا برا موجود اللي يوصلوا. شنو تقصد بجاونا؟ شكونين؟ نواب برلمانيين، مستشارين؟ لا الصحافه الغير، الصحافه الدوليه والصحافه الغير اللي باغي كاع مثلا لا يوصل صوتك خارج البلاد، ما هم اكثرهم. سي عمر اذا كان ممكن تجاوب على الصحافه الدوليه جاونا مسؤولين الصحافه. ساعات يدخل صحافي دولي كاع بدون ترخيص ويدخيك يجيك هون يستدر الزقل، باغي لا كلمه منك، باغي لا يصور ونمنعوه ونرفضوه. احنا مشكلنا مشكل داخلي ما هو مشكل دولي، لان باغي نوصلوا الى بغيناها في 24 ساعه تبقى الصحافه علينا من برا. وهذا التواصل الاجتماعي كاع ما تخلى الغلط. واش مفهوم الصوره والله بدا فاهم؟ هذا هو اللي بغينا إعادة الدولة معتبرة ذو المواطنين اللي هون، والله العائلات اللي هون منها ترد بالها لها. إذا قلت أنا قاعد مثلا معتبريني أنا هونتي هو المسؤول، والله معتبريني داري الاعتبار، يقد يمرق غدا واحد من ذو الشاشرة اللي ما تلقى متحكم فيهم حد ويجيب لك صحافة دولية، ايش لا يتعدل له؟ تلاقي حد متحكم في ولده والله في بنته. وعندنا هنا اللي ما خارج بلاد ما مستحق ما يتواصلوا معاه، يقدر لا يصور لك ويقبض تصريح ويصيفطوا برا. يا غير لا كلنا ننصقوه وكلنا نقولوا له هذا الشيء يعني نحن يعني الدوله هون يعني المسؤولين هون. ولا راهو ما هو خوف منه، راهو لا باش الامر يبقى الصحه كلها في صباغته. اما اللي بغينا نوصل صوتنا راهي في رمشه عين. سي عمر تفضل. سي مبارك، غير واحد القضيه باش تكون عارفه وواضحه. في اي بلاد مشيتي لها، فرنسا، امريكا، الدول الكبرى عندهم اكثر من المشاكل. وكل بلاد كيقولوا ولا كل دار، هذا راه مثلا غير كل دار ومشاكل ديالها راه مصران وكيتخاصموا في وسط الذات ديال الانسان. اذا باش نقول نعيطوا على يجيوك صحافه دوليه ما يجيوش، هما جاو كاع شنو كاين؟ واش انايا ممكن نخرج مشاكل ديال ولادي لناس اخرين؟ واش ممكن انا يمشي نقول لعباد الله اجيو تعرفوا اشنو واقع؟ ما كاينش هادشي. داكشي المشكل ديالي نحلو راسي. وكاين عندنا مؤسسات كما قلت لك، ماشي غنقتصر نقتصر على واحد المؤسسه بوحدها، هو الوالي جاوبني ما جاوبنيش، واخا هو راه كاين في القانون كاين في مرسوم وزاري كيقول لك بانه عندك 60 يوم تحط واحد الطلب ديالك ولا رخصه باش تاخذها شي حاجه، عندك 60 يوم. 60 يوم الا ما جاوبوكش
ديك الساعه يا اما كتكون سالم مفعول يا اما دير تذكير، وعندك الحق دير تذكير، ولا بغيتي تسنى 60 يوم، ولا كما قلت لك كاين القصر الملكي، وكون اكيد انه غيجاوبك، ما يمكنش ما يجاوبكش. وما غاديش نبقاو نعموا واحد الخطا داروا واحد المسؤول نعموا على الدوله كامله، لا، راه فين ما مشيتي كاين الناس مزيانين كاين الناس خايبين، كاين هكاك مستشارين جماعيين، كاين واحد مزيان كاين واحد خايب، وكاين واحد اللي كيستغل هذيك المنصب انه الناس حطوه فيه بطريقه ديمقراطيه انه صوتوا عليه وكيحطوه باش يمثلهم وباش يخاف عليهم وباش يوصل صوتهم، ولكن هو لا كيتاجر فيهم. كاين بعض المستشارين ماشي كنعمم، كاين بعض منتخبين. اذا الامور واضحه، ما غاديش نجي عندي واحد انا كنت مكان ديالك، جي عندي انا واحد اجنبي جا عندي كصحفي، اسمح لي كاين اجهزه امنيه نعيط لهم، غيجي واخو شكون هو هذا بعدا يجي عندي، ما تجيش عندي، انا مغربي وكان امن بالقضيه الوطنيه وعندي ملك. اذا راه كاين صحافه وطنيه مرخص لها من الدوله اللي غتوصل صوتي، داكشي اللي غتقول لهذاك قولوا لهذيك، ونوصلوا بطريقه اللي قانونيه وسلميه، احتجاج سلمي وصافي. لا ما غندير لا احتجاج في الشارع ولا غنعتصم ولا والو، ما غادي، لانه الاحتجاج كاين فيه قانون كينظمو، كيخصك تبلغ السلطات، كيخصك شحال من الخطوه خصك تتبعها. اذا كاين الناس كتلجا الاحتجاج الاحتجاج السلمي، ولا دابا الان كيدير مثلا كيوصل رسالته عن طريق منابر الصحفيه اللي هي وطنيه، ممكن انه يمشي عند مسؤول ويدخل ويعطيه واحد الطلب ويوصلوا ليه ويقول بانه انا كنحتج على مثلا مسؤول فلاني اللي هذاك المسؤول كيكون كبر من هذاك الاخر اللي كتحتج عليه، وكيوصلوا ليه. علاش كنقول لك انا صيفط للديوان الملكي؟ لانه راني صيفط للوالي وراه في تاريخ فلاني وها هو لاكيزي ديالي، يعني ها هو حطيت عليها، حطيته عنده وما جاوبنيش، وهذاك راه في حد ذاته راه احتجاج على ذاك المسؤول. ما نكبرش بزاف الموضوع وندير بزاف الامور ونوضح ليه. انا كمنتخب راه كاينين 500 شقه في بلاصه فلانيه وبلاصه فلانيه خاويين، وكاينين اراضي بلاصه فلانيه وبلاصه كما قلتي 5000 بقعه ارضيه وراهم خاويين، وهما ديك الساعات غيوضحوا لك هادوك الشقق ولا هادوك البقع ها هما لما مخلينهم، ولكن ما نظنش سنوات هذه هما مغلقين، ولا البقع مثلا سنوات هما ما عطيناهمش الناس. اذا كاين شي حاجه تما خاص غير باش امور واضحه. نقطه اضافه، تفضل محمد مبارك. بالنسبه للاخ على كتوضيح، احنا ما عندنا مشكل في ذا اللي قلت. لا انا اللي بغيت نوصل لك على خارجين في واحد الجمعويين هون في العيون ويجوا اساس بغاو يوصلوا صوتنا. احنا طالبنا جرايد وطالبنا صحفيين هون في العيون باش يجوا يديروا يسلطوا الضوء على معاناتنا، واباو من اجلاش تخوفا من السلطه، اعلنوا من السلطه مانعتهم على انهم يجوا هون. جرايد مغربيه ما قد حد لا يوصل صوتنا ولا يفتح ذي النافذه، ما هو نيشان في شخص اشرف. هذا وانتسفوا واش نحن كنا من السنوات ما قد سمعنا حد، قد شافنا حد، قد صبر حد تصريح منه، قد صبر حد مثلا ان نطالبوا بشيء. الجريده الوحيده اللي تجرأت في انها توصل رسالتنا هي جريده نيشان. طالبنا جميع الصحف اللي هون، جميع الصحفيين اللي هون باش يجوا ويصوروا، جاوا واحدين وصوروا وقفلوا. من اتصلنا بهم على اساس على عدم النشر قالوا لي اسباب خارجه عن ارادتهم. والمشكل ان الصحفيين لا معارف قدينا نقول لهم شيء. هذا هو اللي بغيت انا نوصل لك. اما من ناحيه مثلا يجيك حد هون ويصورك خارج من صحافه دوليه، احنا ما باغي صوتنا يوصل. الى عادوا ما هم باغي يوصلوه الناس المحليين نبقاو بكم. احنا ذور بغينا بدل من لا يوصل كاع صوتنا لا خارجي ولا داخلي. السلطه هي المعنيه بالامر ولا باطل المسؤولين المعنيين بالامر خاصهم يشوفوا من معاناه هذه الساكنه.
يشوفوا من معاناه الناس، لان الحرام ولا يتم على حاله. راه كيف قلنا لك راني اللي عاد نحن متحكمين فيه، راهم كاين واحد ثاني يقدروا يفتحوا نافذه ثانيه ويقدروا يمرقطوا ناس هون عندنا قبال، عندنا الشباب هون كلنا نقولوا له لا اسكن خلي الحال على حاله، تخلاق يامسوا احنا بغينا الامور تنقبض بالبساطه، ما نبغوا نكبروها ولا نبغوا نشحن فيها في بلاد ثاني. هذا هو اللي بغيت نوصل لك. خالقين فاعلين جمعويين هون باغين حتى هم يسلطوا الضوء من خلال ذاك الشيء اللي باغين هم يوصلوه. احنا نقول لهم بداية رسالتنا ها هي اللي فيها، احنا رسالتنا السكن لا غير. شي لا تمشي تعدل بينا انت شي والله يدور بينا شي ثاني، ذاك احنا ما لنا باغينه. بغينا لا شي يعود ساكن للعائلات هو اللي بغينا. اما من ناحيه 5000 بقعه ولا الغير، انا طالبت قبيل الاخ اشرف من جريده نيشان انه يمشي ما بين بلوك دي وبلوك جي بلوك جرون جي، يمشي يخرص بعينه. الديار كيف نعدتوا مسائل يمشي يخرص بعينه. داكشي نحن نقولوه راهو بدليل وما انه لا رد اخبار مضبوط. والرساله نبغوها توصل للمسؤولين، لان بالدرجه الاولى لا منتخبين ولا مستشارين كلها فاقد الشيء لا يعطيه، كلها لا يقبل. احنا اللي بغينا نوصلوا رسالتنا له واللي هو فيد الحل، وهو عبد السلام بكرات في شخص الوالي، هو المعني بالدرجه الاولى والاخيره. اما المنتخبين ولا المستشارين ذاك ما فيدهم شيء، عارفين الخير. شكرا الاخ اشرف، عندك شي اضافه؟ صراحه ما خليتوا لي ما نقول، يعني الواقع الاليم يعني راكم تكلمتوا عليه، المعاناه اللي قال لكم سميتو البيهي، يعني معاناه حقيقيه، معاناه للاسف كتعيش هذيك الساكنه، يعني لا اله الا الله. بالنسبه للاخ عبد الله كما قال لكم كذلك، يعني حنايا انا كمراسل صحفي في جريده نيشان الان، يعني انا تحت الخدمه اي وقت اي حاجه انا واجد، اي حاله كما كانت، يعني من اجل نوصلوا ديك الرساله، نوصلوا داك الصوت ديال المواطن. هاد الناس اش غنقول لك، يعني بغيت نشير واحد النقطه، ان كما قال لك كاينين ديور جيت الراحه، جيت وفاق، جيت جيجيمات، انهم كاينين ديور كان مسدودين للاسف، ولكن ما عرفنا السبب علاش ما تعطاوش، يعني السنين هذه وهاد الديور مسدودين. السؤال الجواب يعني كيعرفوه مسؤولين على هذه المدينه، يعني هما اللي عارفين علاش سادين هاد الديور، وعلاش يعني بعد سنوات ما تمش منح هاد الديور لناس اللي كتعاني في الصمت، لناس اللي يعني كتعيش في ديور الصفيح. هذا هو السؤال، وكنتمناو انهم يعطونا الجواب ديالو. شكرا. غادي نحط هذا الفيديو وكنا يعطيك الاخ يعطينا كلمه في دقيقتين. شكرا الاخوان. عاد الساحه كيف شفتوا البارح، شفت البارح، بغينا الاخ محمد فاضل يعطينا كلمه. عفوا محمد بن عبد الله، تفضل اخ بن عبد الله. شكرا لك سي عمر. بالنسبه لي بعد هذه الساحه هذه فهو كنشوفها تبارك الله مشروع زوين، وغادي يدير واحد المتنفس المجموعه ديال الاحياء مدينه العيون. منظر جميل
وبنيه تحتيه يعني كتطور يوم على يوم الحمد لله في المناطق الجنوبيه على العموم. وبالخصوص عندنا الصحراء المغربيه اللي هي العيون. كما كتعرف هذا المشروع هو مشروع ملكي، اذا اي حاجه تحطات الا راه محطوطه بدراسه ديالها، بحال المستشفى الجامعي ولا بحال المعاهد الاخرى. فغير هذا كتمن هذا المشروع هذا. ولكن قبل ما نختم كنتمنى من الجهات المعنيه او الجهات الوصيه انها دير بعين الاعتبار المشكل ديال هاد الناس ديال الصفيح، وديك الساعات من ينسايو منه، لانه راه باقي الناس كيتصلوا بالجريده. وحنا غنأكد لك سي عمر اننا حنا غادي نواكبوا مع الناس وغنبقاو مستمرين معاهم، ما كنتهدوش وما هددناش شي واحد الحمد لله، لان حنا في دوله الحق والقانون. غير نقول لك نهار يحيدوا الصفيح ديك الساعات نقولوا العيون بدون سكن صفيحي. برافو. نقول بانه العيون صافي زيرو سكن عشوائي. داكشي اللي كنتمناو ان شاء الله. الاخ اشرف. كما قال الاخ عبد الله، يعني احنا دائما احنا ما كان يعني ما عندنا مشكل، ما عندنا بحال لا بحال هذا العمل ديالنا كنقوموا به، كنوصلوا صوت الدرويش وصوت المواطن يعني، وما كنتهدوش يعني. رغم ان يعني كتلقى ناس تقول لك ودي علاش درتي داك الشيء، عريتوا واحد الواقع، عريتوا هذه. كنقول له شوف الشريف، حنايا كنديروا واحد العمل، حنايا هذاك واجب كنديروه، كنبغيو نوصلوا صوت الدرويش للمسؤول، يعني بان الناس كتعاني، بان الناس كما جا في الدستور انها عندها حق السكن. وكما قال الاخ عبد الله، يعني نهار يتحيد والحل ديال هاد ديور الصفيح، نقدروا نقول بان العيون اصبحت مدينه بدين ديور الصفيح. وكاين اتصالات عندنا مدن اللي كتعاني من ديور الصفيح، مثل مدينه سماره اللي كنت فيها غير الان، واني يعني في طريق لمدينه العيون. كنا بغينا نديروا واحد يعني لقاء مع الناس كذلك ديال مدينه سماره. يعني صراحه كان الناس هنا يعني كتعاني في صمت، وكنتمناو لهاد الناس غير الخير، وكنتمناو لهاد الناس ديال الصفيح ان المسؤولين يشوفوا فيهم بعين الرحمه، يعني ويحسوا بهم واحد شوي كما كنقولوا، لان الناس لا اله الا الله، والله الناس راه مكرفسه، وهذا الشيء اللي غنقول. شكرا الاخ اشرف. الاخ محمد مبارك تفضل. بالنسبه لي شخصيا، على اساس احنا لسنا ضد جماليه المدينه، وهذا مفخر لي كعضو مجلس بلدي تكون البلديه عندها مساهمه 90% في جماليه هذه الحديقه. يا غير نتمناو من هذا الافتتاح يكون عند دور الصفيح، باش تبقى حق العيون بدون صفيح. هذا هو المفخره. اما جماليه المدينه شيء نتمناه وشيء زين عندنا، ونتمنى القائمين على جماليه المدينه انهم يستمروا في جماليتها، لانه مفخرا على في جميع المدن اللي في المملكه. ويا غير نتمنى يعود الوالي انه يفتتح افتتاحه الاخير لهذه دور الصفيح في اعطائها السكن اللائق. وشكرا. ولا ننسى الاخ صاحب جريده نيشان الاخ اشرف، نشكره حتى لانه هو اللي فتح هاي النافذه، ونتمنى من الله انه يستمر، لان المعاناه جميع المسائل اللي يتمنى من الله يفتتحها لتعود اجر له ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا سي عمر، اذا كان ممكن عند كل واحد عنده دقيقه في اخر كلمه باش نختموا، لان يداهمنا. غير واحد القضيه كما قال السي مبارك، فكان نوهوا بهذا المشروع هذا، ونتمناو انه يكون مشاريع اخرى عاوتاني، وان شاء الله غادي يكون الجديد ان شاء الله في مشاريع اللي كبرى. فغير انهم يشوفوا من حال هاد الناس هادو، وماشي غير من هاد الناس اخرين عاوتاني كيعانيو كما قلت لك. من بعد غادي ان شاء الله تشوفوا هاد الفيديوهات. وفقط ناكد لك انه بكرات الا نهضروا على السيره الذاتيه ديالو، فاش كان في مدينه مراكش راه كان قام بمشاريع اللي سهر عليها
واللي كان قريب للمواطنين ونفذ بزاف ديال المشاريع، والناس كاين مدينه مراكش كينوهوا بذاك العمل اللي قام به، ولكن كنتعجبوا من مشى مدينه العيون ما شافش مثلا هاد دور الصفيح. ف علامه استفهام. شكرا لك سي عمر. شكرا يا واجب. تفضل الاخ اشرف. كنت اخبارك السميه كتمشي لي ديال العضو ديال المجلس البلدي محمد مبارك. لا شكرا على واجب. صراحه هذا واجب، وانا كنفتخر باني درت هذا العمل، وانا كنفتخر باني كنمثل جريده نيشان الان احسن تمثيل يعني في الجنوب. الرساله اللي غنوصل كنتمناو من الناس المسؤوله انها تشوف من هاد الفئه صراحه اللي كتعاني، وحنا رانا في الخدمه في اي وقت على الراس والعين الاخ محمد مبارك، وهذا الشيء اللي غنقول. تحياتي. تفضل الاخ محمد مبارك. مرحبا. هذه بعد هذه السيره عن عبد السلام بكرات محدو في مراكش ما شيء. وبالنسبه لعيون اثرو كتف هون والله وقيد، والى عاد الشخص يمثل صاحب الجلاله يالتو ما يقيد ولا يكتف، يتم له استمرار على حاله، لان باش تبدا سيرته الذاتيه باش تطرق عندك مراكش. ومرحبا وسهلا. شكرا لضيوفي الاعزاء، شكرا للمشاهدين، تحياتي لكم. ها هو عمر يحييكم في امان الله. عيدكم مبارك سعيد. السلام عليكم.